بسم الله الرحمن الرحيم. يا أبناء شعبنا اليمني العظيم في الداخل والخارج، يا أبطال قواتنا المسلحة والأمن البواسل في ميادين العزة والكرامة، أيتها المواطنات الصامدات في دروب التضحية والعطاء، أحييكم جميعا بتحية الجمهورية والحرية في الذكرى 35 لليوم الوطني 22 من مايو، الذي جاء تتويجا لمسيرة نضالية عظيمة امتدت من وهج سبتمبر المجيد إلى شعلة أكتوبر الخالدة حتى لحظة ميلاد العظيم للجمهورية اليمنية. لقد كانت الروح الجنوبية سباقة إلى الحلم الوحدوي نشأة وفكرا وكفاحا، فكان النشيد جنوبيا والراية جنوبية والمبادرة جنوبية بامتياز، في مشهد تاريخي يعكس صدق النوايا ونبل المقاصد. ونحن إذ نتذكر هذا السبق فإننا نتفهم اليوم تماما متغيرات المزاج الشعبي تحت ضغط مظالم الماضي والإقصاء والتهميش والمركزية المفرطة. ومع ذلك يثبت الجنوب أنه لم ولن يكون يوما طرفا عارضا في المعادلة الوطنية، بل كان وما يزال منارة للتنوير ومهدا للدولة المدنية ودرعها الصلب ومستقرا للملايين من أهلنا النازحين من جحيم الكهنوت الحوثي الذين وجدوا في عدن وغيرها من المحافظات الجنوبية ملاذهم الآمن وفرص العيش الكريم. وكما كانت عدن عاصمة لقوى التحرر من الاستعمار والإمامة القديمة، ها هي اليوم ترسخ موقعها كقاعدة انطلاق لدحر مشروع الإمامة الجديد وداعميها والذود عن النظام الجمهوري وأهدافه الخالدة. أيها الإخوة المواطنون والمواطنات، إن الاحتفاء بهذا اليوم المجيد هو وفاء لكل من ضحى من أجل مشروع دولة قوية، كما أنه اعتراف متجدد بالأخطاء والتزام قاطع بتصحيح المسار. ولهذا نؤكد من جديد أن القضية الجنوبية تمثل جوهر أي تسوية سياسية عادلة، وأن معالجتها لن تتحقق من خلال تسويات شكلية، بل بالإنصاف الكامل والضمانات الكافية التي تمكن أبناء الجنوب من صياغة مستقبلهم وتقرير مركزهم السياسي والاقتصادي والثقافي بما يعزز مبدأ الشراكة في السلطة والثروة وفقا للمرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية. لقد أثبتت التجارب المريرة لا سيما عقب انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني أن بناء اليمن الحديث لا يمكن أن يتم إلا بتحقيق 3 شروط رئيسية: حماية النظام الجمهوري، وترسيخ التعددية، وبناء وحدة متكافية تقوم على العدل والمساواة لا على الهيمنة والإقصاء. إن هذه الأركان الثلاثة تمثل خلاصة التاريخ النضالي لشعبنا العظيم، كما أنها تمثل ضمانة الحاضر والمستقبل لبناء دولة العدالة والمواطنة المتساوية، الدولة التي تكفل لمواطنيها تكافؤ الفرص وتمنحهم الحق في تقرير مستقبلهم وتصون هويتهم الوطنية والقومية، الدولة التي تؤمن بمبادئ حسن الجوار وتحترم المواثيق والمعاهدات وقواعد الشرعية الدولية كعضو فاعل في حاضنتها الخليجية والعربية. أيها المواطنون، أيتها المواطنات في كل مكان، إن الوحدة الوطنية التي ننشدها اليوم ليست شعارا، بل ممارسة واقعية تتجسد في مؤسسات عادلة وسلطات مستقلة ودولة مدنية تدار بالحكم الرشيد وتكافؤ الفرص. إنها وحدة تقف نقيضا لمشاريع الإمامة الكهنوتية وثقافة الموت والكراهية والعنصرية. وقد شرعنا بالفعل في خطوات جادة لتصحيح المسار، بدءا بتعزيز استقلال السلطات وتفعيل أجهزة تنفاذ القانون ومعالجة بعض آثار حرب صيف 1994 وتوسيع اللامركزية المالية والإدارية وفقا للدستور ومرجعيات المرحلة الانتقالية. ونحن اليوم لا نطرح وعودا، بل نتحدث عن إجراءات ملموسة وخيارات مفتوحة نحرص على إدارتها بحكمة ومسؤولية بعيدا عن ردود الفعل، وبما يحفظ وحدة الصف الوطني ويعيد الاعتبار للدولة كضامن حقيقي للحقوق والحريات العامة. أيها الشعب العظيم،
بينما نحيي هذه الذكرى وسط معاناتكم المؤلمة، نؤكد لكم العهد ألا نغفل لحظة واحدة عن معركتكم المصيرية في استئصال جذر المشكلة المتمثل بالمشروع الحوثي الإمامي كتهديد وجودي لنظامنا الجمهوري وأمن بلدنا ونسيجه الاجتماعي وهويته العربية والثقافية ومصالحه الإقليمية والدولية. إن هذه الجماعة الإرهابية التي تزايد باسم الوحدة والسيادة هي من تغلق الطرقات وتحاصر المدن وتستنزف العملة الوطنية وتعيد إنتاج التمييز والفوارق بين الطبقات وفرض واقع الانفصال بالقوة والنهب والجبايات، وتذهب بمزيد من مغامراتها الطائشة إلى استدعاء التدخلات الخارجية وتصدير الفوضى خدمة لأجندة إيران ومشروعها التوسعي. يا أبناء شعبنا الأبي، لقد عملت مع إخواني في مجلس القيادة الرئاسي خلال السنوات الماضية على استلهام روح الوحدة الوطنية وتحويلها إلى واقع عملي من خلال تعزيز التوافق ودعم الشراكة وتمكين الحكم المحلي والتشديد على مركزية القضية الجنوبية. ورغم التحديات الهائلة وأزمة الموارد التي فاقمتها هجمات الميليشيات الحوثية الإرهابية على موانئ تصدير النفط وسفن الشحن البحري، لم نتخلى يوما عن مسؤولياتنا ولم نقمع احتجاجا سلميا، بل نظرنا إلى أصواتكم وفي مقدمتها تظاهرات النساء الملهمات في عدن وغيرها من المحافظات كحافز صادق لتسريع وتيرة العمل وتخفيف المعاناة بالشراكة مع أشقائنا في تحالف دعم الشرعية وشركائنا الدوليين. وهنا نجدد التزامنا بمواصلة الإصلاحات في مجالات الكهرباء والطاقة والخدمات الأساسية استكمالا لما أنجز خلال السنوات الأخيرة بدعم كريم من أشقائنا في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة الذين لم يترددوا يوما في مساندة بلدنا ودعم استقراره والوقوف إلى جانب قيادته السياسية وشعبه الصابر. وسنحرص في هذا السياق مع رئيس الوزراء والحكومة على تحديد أولويات المرحلة بالتركيز على الاستحقاقات الاقتصادية والخدمية التي ستشهد خلال الأيام المقبلة انفراجة بعون الله تعالى. كما نوجه الحكومة والسلطات المحلية باتخاذ كافة الإجراءات لردع الخارجين عن النظام والقانون وتعزيز دور الأجهزة المعنية في إقامة العدل والإنصاف العاجل للمظلومين. وهنا يجدر التذكير بالتحسن المستمر في أداء السلطة القضائية خلال الفترة الماضية، حيث تم توقيع أكثر من 150 حكم قضائي بات في قضايا جنائية جسيمة بعد نحو 10 سنوات من التوقف عن إمضاء هذا النوع من العقوبات الرادعة. يأتي ذلك جنبا إلى جنب مع تعزيز جاهزية قواتنا المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية لخوض معركة الخلاص في حال استمرت الميليشيات الحوثية الإرهابية برفض الاستجابة للإرادة الشعبية وقرارات الشرعية الدولية ومساعي حقن الدماء وإنهاء المعاناة. أيتها الأخوات المواطنات، أيها الأخوة المواطنون، هذه هي الوحدة الوطنية التي نؤمن بها اليوم، وحدة من أجل الدولة لا الميليشيا، وحدة من أجل الجمهورية لا الإمامة، وحدة من أجل المواطنة والشراكة والتنوع لا الهيمنة والإقصاء. فلنجعل من هذه الذكرى محطة للمبادرات الخلاقة وتجديد العهد وتوحيد الخطاب الإعلامي لكافة مكونات الشرعية والارتقاء إلى مستوى التهديد المحدق بالجميع دون استثناء. الرحمة والخلود لشهدائنا الأبرار، الشفاء العاجل لجرحانا الأبطال، الحرية للمعتقلين والمختطفين. عاشت الجمهورية اليمنية دولة مدنية عادلة ومتجددة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.